ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده جمعت لكم كل الميك اب اللي انا بفضله الفتره الاخيره. من ضمنه حاجات كتير قوي هنحطها النهارده، فهقول لكم لو في حاجه معينه انا مستخدماها النهارده هوريها لكم. فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، ويلا بينا نبتدي. خليني ابدا باول حاجه، وهو الليب اويل ده من LA Girl، وده درجته شيمر تشيري. انا كنت جايباه وانا فاكره ان هو هيديني اي لون او اي حاجه، بس للاسف هو ما بيديش اي لون. هو زي ما انتوا شايفين كده، هو بيدي لمعه بس، وهو كليب اويل بيرطب، فبيخلي الشفايف ماسكه نفسها كده في الشتاء. لو كل ما تعملي له ري ابلاي تلاقي ان انتي شفايفك يعني مرتاحه، بس كنت متخيله ان انا هلاقي له لون. فهو ريحته حلوه، بس كمان حتى ملوش طعم او اي حاجه، فده هيبقى كويس. هو بس سعره غالي شويه على الافكت اللي هو بيديه، يعني هو سعره 200 جنيه، يعتبر سعر معقول خصوصا ان هو مستورد، ولكن ستيل برضو يعني في حاجات تانية ممكن تديكي نفس الفكرة. انا بقى بحب اعمل حاجة ان انا بميكس الاول، وده اللي انا عاملاه النهاردة. بحط السنسز ليب بالم بتاعت سويت شيري اللي هي من ايفا، فيها SPF كمان 15، وبحطها على شفايفي الاول، وبعد كده بروح حاطه الليب اويل ده. فلما بحط الاتنين مع بعض بيدوا الشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. فلو انتوا عاجبكم الشكل اللي على شفايفي فهاتوا الميكس ده، هيبقى شكله حلو معاكم. وطبعا مش ضروري تجيبوا نفس النوع ده عشان خاطر هو غالي، هاتوا اي حاجه تانية براحتكم يعني. دي كان سعرها 65 جنيه. الحاجة اللي بعد كده وهي الترطيب بقى، لان انا في الشتاء بحب استخدم اكيد صن بلوك وانا نازله الصبح مهما كان الجو عامل ازاي، لان الموضوع ملوش دعوه كده كده في شمس، يعني احنا دلوقتي بنصور اهو في شمس، فاستخدموا ايا كان ايه الصن بلوك. ممكن نعمل فيديو للصن بلوك لوحده، عملنا ده كتير قبل كده. الترطيب بقى بالنسبه لي قبل الصن بلوك بحب استخدم ال MN Extra Bright Advanced Moisturizer Lotion، حاجات كده كتير. ده برطب بيه سواء وانا نازله الصبح، او حتى لو انا نازله خلاص بالليل والشمس راحت وعايزه، خصوصا لو انت بشرتك دهنيه زي اللي هو عايزه ترطبي في نفس الوقت مش عايزه ان انت تحسي باي دهننه، ده هيبقى كويس قوي. وكان العلبه دي كلها سعرها 50 جنيه، فبصراحه هي كويسه جدا وبستخدمها حتى بقالي كتير. هي لوشن خفيف اللي هو مجرد ما بتحطيه على بشرتك البشره بتمتصه، وتحسي ان انت كانك مش حاطه اصلا يعني اي حاجه على بشرتك، خفيف جدا. الحاجة اللي بعد كده وهي الكونسيلر ده. بستخدم الكونسيلر ده من بريتي وومن، الدرجة بتاعتي فيه 4. الميزة في الشتاء ان احنا مش بنغمق، يعني اللي هو بشرتنا بتبقى شكلها فاتح كده، فالكونسيلر ده في الصيف مثلا بيبقى افتح من درجتي، لكن في الشتاء هو ظابط على درجتي بالظبط، لان ما بحسش ان هو بيأكسد ولا بيعمل اي حاجة خالص في الشتاء يعني. فبعد ما بحطه بستنى كده مثلا دقيقة ولا حاجة عشان التغطية بتاعته تعلى، وبعد كده ببدأ ان انا ادمجه. وبرده هو ده اللي انا مستخدماه النهاردة، وده بعد 10 ساعات في الشارع يعني. فلا، شايفة ان هو بصراحة كويس جدا ويستحق التجربة، وكان سعره حوالي تقريبا دلوقتي 50 جنيه، وزي ما اتفقنا رقمي فيه 4. الحاجة اللي بعد كده وهي الجل بلوش بتاع كاتريس، وده كاتريس كوزماتكس. ده عامة انا كنت قلت لكم قبل كده ان هو في الصيف مش حلو خالص، لان هو في الصيف بعد ما بتحطيه بتحسي ان هو ثباته ضعيف، بيروح بسهولة جدا. في الشتاء بقى ثباته مش طبيعي وشكله خطير. ده برضو اللي انا حاطاه النهارده، مش عارفه هيبان ولا لا، لان انا حاطاه بقالي حبه حلوين، بقالي عدد ساعات مش طبيعي، فهو كتر خيره يعني. ده شكل الدرجه من جوه. هو من بعد ما بتحطيه بيبقى شبه الجل فعلا، يعني هو ستيك كده، لكن هو بعد ما بتحطيه بيبقى جل. فلا، هو تحفه بصراحه، ولا غلطه في الشتاء. في الصيف مش هتحسي ان انتي مبسوطه بيه قوي. واسمه الجل كراش ليب اند شيك جل ايا كان. المفروض انه بيتحط عادي على الشفايف وعلى الخدود. على الشفايف عادي يعني، ما حسيتش هو مبهر قوي او اللي هو عادي. على الخدود حبيته اكتر، وفي الشتاء. وطبعا بثبت بباودر، بس انا عشان بحب احط ميك اب قليل قوي في الشتاء بحس ان انا مش محتاجه، بس بستخدم الفيت مي باودر. بقى 100 سنه عندي وما شاء الله اتدشدشت يعني، حتى بتاع اللي هي السبونج اللي كانت جايه معايا معرفش راحت فين اصلا. دي نورمال تو اويلي سكين للناس اللي بشرتها دهنيه وكمان بشرتهم عاديه. دي مات امبويلز، بتخلي البشره فعلا مات، وفي نفس الوقت لو انت عندك مسام هي بتملاها. بتثبت حلو جدا. الدرجه اللي معايا دي 115 اللي هي ايفوري. حلوه قوي بصراحه. تقريبا صراحتها قربت تخلص كمان، اللي هو محتاجه انجز فيها شويه يعني. بس ده شكل الدرجه. لو انتوا نفس درجه بشرتي هاتوها
فككوا بقى من الشمس، بيبقى اللون هنا غامق وتيجي تحط على البشره بتبقى مظبوطه يعني. بس هي عامه لا حلوه ولطيفه جدا. الحاجه اللي بعد كده وهي الماسكارا دي من ان، ودي اللي هي دبل لاش ماسكارا حاجه كده اللي هي لونها بينك. الدرجه اللي معايا رقم 1، ومعرفش بقية الدرجات بتاعتها هل ليهم الوان تانية يعني ولا لا، بس اللي معايا دي سودا عادي. هوريكم فرشتها. بصوا فرشتها حلوه بصراحه، كبيره سيكه بس في نفس الوقت منظمه، بتعرف تخش ما بين الرموش. بالنسبه بقى للثبات بتاعتها، بصوا لو انتوا حطيتوها في الرموش اللي فوق هتقعد معاكم حبه حلوين وهتفضل ثابته لاخر اليوم. لو حطيتوا في الرموش اللي تحت هتلاقوها ابتدت تسيح حتى لو احنا في الشتاء، بس طبعا في الشتاء هي بتصمد اكتر بكتير جدا من الصيف. اوفرول لا كويسه، وكان سعرها 70 جنيه وممكن كمان تجيبوها بارخص من كده. فانا شايفه ان هي قيمه مقابل سعر، يعني هي ما بتضايقش خالص في العين، خصوصا ان حد عينه حساسه برضو، بس لا ما كنتش بتضايق منها. اهم حاجه لما تحطوها ادوها فرصتها تنشف، لان هي بتاخد وقت شويه على ما تنشف، وممكن ممكن انها تلطخ معاكم. الحاجه اللي بعد كده الماسكارا دي من لوريال، من احلى انواع الماسكارات اللي جربتها تقريبا في حياتي. دي اسمها بانوراما، وبس يعني دي شكلها، دي اللي انا حطاها النهارده. شكلها كده اللي هو ينفع مناسبة وينفع يومي في نفس الوقت. الاستخدام اليومي بحط منها كوت واسيبها تنشف وبتعامل معاها على الاساس ده. لو حطيتيها فوق او تحت مش هتسيح، وزي ما قلت لكم انا بقالي عدد ساعات رهيبه، انا ما بحبش احط تحت، من فوق اهي وما ساحتش، فهي كويسه جدا. لطيفه. لو انت رايحه مناسبه بعد ما تحطي اول كوت سيبيها تنشف وتاكدي انها نشفت، وبعد كده حطي كوت تانية عشان ما تكلكعش، عشان هتخش في بعض. خليني اوريكم فرشتها، وهي احلى حاجه فيها اصلا. بصوا الفرشه عامله ازاي، تحفه وصغيره وبتعرف تخش في الرموش كلها. والميزه ان هي من قدام كده خفيفه ومن ورا تخينه، فاللي هي بتعرف تخش في بدايه الرموش، فبصراحه حبيتها جدا. ده غير ان السواد بتاعها كمان حلو. في بقى الماسكارا دي من ريمل لندن، ودي يا جماعه عباره عن برايمر، يعني هي مش ماسكارا، هي برايمر. بعد بنحطها ازاي؟ بتحطيها الاول على الرموش، بتدي زي شكل لون ابيض كده، والمفروض ان احنا بنحطها قبل الماسكارا الاساسيه بتاعتنا، بتخلي الماسكارا تقعد فتره اطول، والمفروض انها تخلي الماسكارا ما تسحش. وكمان لو ماسكارا عندك لونها ضعيف او هتستخدمي ماسكارا الوان زي الازرق بني مش عارفه اي لون من الالوان اللي ما بتبانش، دي تخلي البيجمنت بتاع اللون اعلى. طيب هل هي عجبتني ولا لا؟ نص نص يعني. عايزه اوريكم شكل فرشتها الاول. بصوا شكلها شبه البوهيه كده زي الكوريكتور، حتى كمان مش حلوه خالص. لما بحطها بتدي زي لون ابيض كده، بس هي مش تقيله قوي، هي ناشفه شويه من جوه. سعرها كان 100 جنيه، كانت رخيصه. بصوا مش عارفه انصحكم بيها ولا لا، بس انا حاسه اللي هو لما تخلص مش هشتريها تاني، بس هي طول ما هي عندي يعني هستخدمها. هل انا حاسه بفرق؟ عادي. جربتها على ماسكارا عندي لونها ازرق، كان البيجمنت بتاعها ضعيف، هي خليته احسن حاجه بسيطه، لكن ما عملتش يعني الفرق الرهيب، ما بتفرقش قوي. شفت عنها ريفيوز كتير حلوه، بس انا حاسه انها مش مستاهله يعني. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم الفيديو الجاي.